عمرك شفتي حما بتخرب بيت ابنها بإيديها وهي فاكرة ان هي كده بتعمل خير؟ انا دايما كنت بسمع عن المشاكل دي وبقول كلام مبالغ فيه لحد ما شفت بعيني ايه اللي حصل. تخيلي ترجعي من مشوار تلاقي حماتك مغيرة قفل باب شقتك ومقعداكي في الصالة كأنك ضيفة في بيتك، والسبب بس انا خايفة على مصلحة ابني وطالما ما بتسمعيش الكلام همشي انا البيت. النهاردة احكي لكم الحكاية دي من أولها لآخرها ومن غير أسماء عشان أصحابها، بس الأهم هقولك على 3 حاجات لو عملتيهم من أول يوم جواز هتحمي بيتك وتخلي حماتك تعملك 1000 حساب، بس حساب بالود والأصول. متنسيش تحطي اللايك وهاتي كوباية الشاي بتاعتك وتعالي يلا اسمعي معايا الكارثة دي. بصوا يا حبايب قلبي، صاحبة الحكاية دي بنت طيوبة وفي حالها جدا، اتجوزت شاب محترم وميسور الحال، ومن أول يوم شالت حماتها فوق راسها. حماتها كانت من النوع اللي بتحب السيطرة، بس مغلفاها بطيبة، يعني تدخل الشقة عينها تلف في المكان. ايه ده يا بنتي، انتي طبخة ايه النهاردة؟ لا لا لا، ابني ما بيحبش الأكل ده، هاتي أنا أما أعمله. البنت في الأول كانت بتقول دي ست كبيرة وبتعلمني وبتحب ابنها، وكانت بتفوت وتعدي، بس السكوت والتفوت في الأول بيطمع. الموضوع اتطور، بقت الحما بتيجي في غياب البنت تفتح بالنسخة اللي معاها وتدخل تروق المطبخ وتغير مكان اللبس في الدولاب، ولما البنت بتشتكي لجوزها يزعق يزعق ويقول لها دي أمي وبتساعدك، هو انتي تطولي حد يعملك كده؟ جوزها كان سلبي وما بيحبش وجع الدماغ، لحد ما جه يوم وقلب الترابيزة كلها. البنت كانت تعبانة شوية فحماتها طلعت ولقيت الحوض فيه طبقين، قعدت تلطم وتقول ابني شقيان في الشغل وانت ممددة في السرير، وراحت متصلة بابنها في الشغل وهي بتعيط وتصوت وبتدعي بالتعب. جوزها جه من الشغل أعمى، ما سمعش من مراته كلمة، زعق لها وبهدلها قدام أمه. ولما البنت حبت تدافع عن كرامتها وقالت دي شقتي وأنا حرة فيها، قامت حماتها قامت وأخدت المفاتيح من الشقة وقالت لابنها يا أنا يا البنت دي في البيت. والراجل للأسف اختار يرضى أمه بالغلط وشحن مراته بشنطة هدومها على بيت أهلها علشان تتربى. الحكاية دي بتوجع القلب، بس الغلط مش كله على الحما، الغلط بدأ من عندك انتي لما سبتي الباب موارب من الأول. علشان كده بالبلدي كده ومن الآخر خدي مني ال3 قواعد دول عشان بيتك يفضل مستور. أول حاجة، مفيش حاجة اسمها أصل حماتي معاها نسخة عشان لو حصل لي حاجة. النسخة دي للحالات الطارئة جدا، تتشال مع جوزك أو مع مامتك انتي، أو تتساب معاها في ظرف مقفول. طول ما حماتك معاها مفتاح وبتدخل شقتك في غيابك انت كده ما عندكش خصوصية ولا عندك بيت أصلا. تاني حاجة يا حبيبتي، اللي تدخل مطبخك وتطبخلك النهاردة وتعدل على ايدك، بكرة هتقولك اطلعي انت برا المطبخ ده بتاعي. اشكريها، بوسي ايديها وقولي لها تسلم ايدك يا ماما، انا هعمل كل حاجة، انت تيجي تقعدي ملكة وتدوقي من ايدي انا. خليكي شاطرة في بيتك حتى لو بتتعلمي جديد. تالت حاجة، لما يحصل لك موقف يضايقك من حماتك اوعي تجري على جوزك وتقولي له امك عملت. الراجل هيقفل منك وهيقلب ضدك. الحل ايه؟ اتكلمي بذكاء وقولي له انا بحب مامتك ونفسي نفضل حبايب، بس انا بحب اعمل لك حاجتك بايدي وبطريقتنا احنا. ولما حد بيتدخل بحس اني مش ماليه عينك، خليه هو اللي يحط الحدود لامه من غير ما تطلبيها انت علني. في الاخر يا حبايب قلبي، البيوت دي اسرار، والست الذكيه هي اللي بتعمر بيتها بالسياسه وبالاصول، من غير ما بتخسر اهل جوزها ومن غير ما بتيجي على كرامتها وشقتها. البنت اللي في حكايتنا دي بعد شهور في بيت اهلها جوزها رجع وصالحها، بس رجعت بشروطها والمفتاح اتغير، والعلاقة بقت يا داخل بين البصلة وقشرتها. مفيش دخول في التفاصيل، عايزاكم بقى تنزلوا تحت في التعليقات وتقولوا لي رأيكم بصراحة. ولو كنت مكان البنت دي كنت هتسيب المفتاح مع حماتك من الأول ولا لأ؟ وايه أغرب موقف حصل معاكي في بداية جوازك وعرفتي تتصرفي فيه بذكاء؟
مستنية كل تعليقاتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة لأن القناة لسه جديدة، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل البنات المتجوزين جداد. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسوش لو حد عنده حكاية وحابب انه يحكيها، احنا هنا صندوق الأسرار. مع السلامة.